لما بنعدي او بنبقى ماشيين كده وبنعدي قدام اي محل حلواني او اي فرن حتى او اي مخبز شغال بيعمل كحك وبسكوت، بنبقى كلنا بدون مبالغة هنتجنن على ريحة الكحك اللي جوه ده. طبعا هم بيبقى ليهم ريحتهم، ريحة أكلهم جميلة وريحة الكحك بتاعتهم مميزة ومختلفة، وفي نفس الوقت بيبقى نفسك تعملي الحاجة اللي انت متعودة عليها في البيت طبعا، وانت مكلفاها بقى بإيديكي سمنة بلدي وريحة الكحك بتاعت مامتك ومامتي والكلام ده كله كده. طبعا أنا النهاردة هنا جمعت لكم الحاجتين دول، الحاجة بتاعت المحلات اللي بره، وجمعت الحاجة اللي بنعملها هنا في البيت. هنا كده بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة كده معايا 2 كيلو من الدقيق اللي هو بتاع الكحك والبسكوت، حطيت عليهم 10 معالق سمسم متحمص، وحطيت عليهم كيس لبن بودر. مفيش كيس لبن بودر يبقى هتحطي 3 معالق لبن بودر، لو انت عندك المعيار من غير ايه اكياس او كده 3 معالق. وهنحط كمان كيس بيكنج باودر. طبعا انا هنا عامله 2 كيلو فهاخد كيس وحبه، يعني ممكن نص معلقه كمان من البيكنج باودر. تمام. بس بعد كده هنا بقى هنزل بقيمه او بمقدار معلقتين سكر العادي خالص، مش هنحط سكر باودر ولا اي حاجه، ونص معلقه صغيره خالص ملح اللي هي ملح بتاعنا خالص. طبعا الدقيق بتاعك دقيق بتاع الكحك والبسكوت، مش هنجيب الدقيق اللي هو متعدد الاستخدام. انت بقى تقدري انك انت تجيبي اكياس، تمام، بتتعاملي مع عطار، تمام، وهيديك الحاجه كويسه جدا برضو، مفيش اي مشكله. طبعا المتاح ليكي هتجيبيه. تمام. هنا بقى اللي انا بقولك عليها الريحه بتاعت المحلات. هنا هتجيبي ازازتين ل2 كيلو، يعني الكيلو ازازه هتجيبي ازازتين ريحه الموز، هي دي الريحه اللي بتهدلك الدنيا، او بمعنى اصح بتبقى هاده الدنيا بره في المخابز والمحلات، وبتفرق فعلا كتير قوي. طبعا هنا انا بيحبوا الكحك بحشوه الملبن. تمام. هنا جبت كده 3 4 مكعبات زبده. وبعد كده طبعا هبدا بقى ان انا افككهم كده بايديا، انا ما سيحتهمش على النار، انتوا شايفينهم ان هي مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هبدا بقى ان انا هفكك كده ايه بايديا حبه بحبه. بعد كده هنزل بقى بالملبن، وهبدا بقى طبعا ان انا ايه افكك واحده واحده. طبعا بالشوكه دي مستحيل، هتلاقيها صعبه جدا، او بالمعلقه هتلاقيها صعبه جدا، هي بايديكي. بعد كده هتقومي نازله عليهم بمعلقتين او 3 سمسم، يعني شويه سمسم كده ايه، يعني بصي بعينيكي كده هتقدري انك انت ايه تقارني. بصي هنا يعني في اللي انا فككتها الشوكه جريت، في اللي انا منزلاها سليمه لا، ما لا هتقف معاكي، هتعطلك جامد قوي. فطبعا انت بايديكي لازم تعملي ايه، تفككيه كده وتعمليه، بدل بقى ما تشدي منه، لا لا لا، بالعكس لما بتلاقيه بقى انك انت حاطه له معلقتين 3 سمنه كده، بصي بيبقى تحفه، اصلا بيسيح كمان جوه الكحكه نفسها. تمام. حبه بقى دي كده بايديكي صغننين، وتقومي طبعا مكوره 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 بيهم. تعالي بقى للسر التاني اللي بيخلي لك الكحك بتاعك دايب دوب دايب دوب دايب دوب، وفي نفس الوقت مش هيلزق في حلق بقك كده. يعني احنا لما بنيجي بناكل الكحك دايب تلاقيه لزق في حلق بقك كده واتضايقتي منه، لا بالعكس خالص، ده انت هتلاقيه دايب وفي نفس الوقت حلو قوي، ما بيلزقش في بقك كده خالص. نص كوبايه نشا بس كده، مفيش اكتر من كده. طبعا هنا انا كان معايا كيلو سمنه على زبده. الكيلو، المقدار الكيلو بياخد كوبايتين ونص ومعلقتين سمنه، ده مقدار الكيلو. طبعا هنا انا رشيت هنا ريحه الكحك. طبعا ريحه الكحك فيها محلب، ويعني هي جاهزه، هي جايه جاهزه فيها كل حاجه. تمام. طبعا هنا السمنه بتاعتي انا سبتها قدحت وهديت تاني، يعني هي مش سخنه خالص، يعني انا كده منزلاها مش سخنه، يعني انا كده ايه ببدا بقى طبعا ان انا اقلي فيها، ان احنا طبعا ال ال الكحك والحاجات بتاعتك ما بيتعجن لهاش، انت هتفضلي تلمي لم بس كده، مش اكتر من كده. خلاص. ال2 كيلو، الكيلو سمنه، الكيلو دقيق، عليه كوبايتين ونص ومعلقتين سمنه. ال2 كيلو دقيق عليهم 5 كوبايات سمنه واربع معالق. تمام. انا طبعا هنا حاطه بقى سمنه وحاطه زبده. بصوا اهو انا بجس كده
العجين بايديا تمام خالص وبارد جدا، مفيش اي حاجه. دحيه، عايزه تقدحيه دحيه. طبعا لو انت بقى عامله كميه، يعني مثلا عامله 5 كيلو، عامله 7 كيلو، عامله كده عايزه تقدحيه اقدحيه. لكن انا هنا عامله 2 كيلو، فمش مستدعي ان انا انزل الحاجه عليها سخنه بحيث ان هو مثلا ما يعفنش مني او يبوظ مني او الكلام ده كله. طبعا برضو تاني حاجه من سر نجاح الكحك بتاعك انك انت تفضلي تبسي فيه كتير جدا. هتبسي فيه قوي كتير 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 كتير، ده اللي بيخليه ناعم معاكي قوي. طبعا هنا انا نزلت بقى بكوبايتين ميه، كنت حاطه فيهم حته خميره، يعني مش كنتش عامله خميره فوريه، لا انا كنت جايبه الخميره اللي بتتجاب من الفرن. تمام. وهفضل بقى الم في العجينه بتاعتي كده لحد ما بصي الاقيها ايه كده. انتي كورتيها في ايديكي وضغطتي عليها الضغطه ادام ما شقتش كده، انتي عجينتك ناجحه جدا وحاجتك تحفه بجد بجد. كان خطير، طلع حلو حلو قوي 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 قوي. انتي جمعتي الحاجتين بتوع البيت وبتاعت بره. بتوع بره بيحطوا الروايح. بصوا بقى هنا جبنا الايه، جبنا المنقاش، ولا بقى شغالين ببصمات، كله بصوا كله على قديمه، حاجه كده تحفه. طبعا المنقاش ده بقى بتاع مامتي ومامتك واجدادنا والناس اللي مفيش احلى من كده. هنا بقى الملبن بقى اسهل وسهل قوي وسريع قوي، وتقدري طبعا انك انت ايه تشتغلي بيه ورا بعضه. الاول ما كانوش بيعملوا كده، او ممكن كانوا في ناس بيعملوا كده، وكلنا شطار طبعا وكلكم شطار في بيوتكم. هنا بقى هنقش بقى النقشه المعتاده بتاعتنا. طبعا انا بصراحه ولا بحب شغل البسطامات، حتى والله لو موجوده قدامي مش هفكر فيها. انا فعلا بحب ان انا انقش بالحاجات، يعني انقش بالمنقاش ده. تمام. طبعا معاكي هنا بقى، معاكي صينيه، معاكي الصاج، معاكي اي حاجه، مش هتدهنيها حاجه خالص، انتي بس هتحطي على كده وخلاص. على كده اهم حاجه هتبقي حاميه الفرن بتاعك، او هتبقي آم، سايبه الفرن سخن قبلها، يسخن قبلها، وهتنزلي الكحك على نار سخنه. اوعي تفتحي وتدخلي الكحك على طول. لا، لازم الحاجه لازم الفرن يبقى سخن منك. طبعا هنا بتاع نتشت مني، بس لا انا طبعا عامله بقى ومكلفه في عالمين، والله لا رجعها تاني، وفعلا رجعتها تاني. بس هنا بقى اللي انا كنت بكلمك فيه وبقولك عليه، انك انت هنا جمعتي الحاجتين اللي بتتعمل بره. بصوا بقى هنا كده خلصنا بقى الحاجات دي. بصوا الحركه دي بقى كده احنا خلصناه وبقى 100 100.